أهلا بيكم. خلينا نتكلم في مشكلة غالبا كلنا مرينا بيها، بتقعد ساعات ويمكن أيام بتبني موديل ماشين ليرنينج ومستني منه نتائج عظيمة، وفي الآخر النتيجة بتبقى محبطة جدا. أول حاجة بتيجي في بالنا إن المشكلة في الخوارزمية نفسها، صح؟ بس في الحقيقة السر غالبا بيبقى مستخبي في خطوة مهمة جدا بنعديها بسرعة: تجهيز الداتا. النهاردة بقى هنركز على الموضوع ده ونشوف إزاي نحول الداتا من مجرد كلام ملخبط وأرقام ملهاش علاقة ببعض للغة الموديل بتاعنا بيفهمها وبيتعلم منها، صح؟ جاهزين؟ يلا بينا. وده يمكن أكتر سؤال بيحبط أي حد شغال في المجال ده. بتبقى بنت الموديل واخترت أحسن خوارزميات، بس النتائج في الآخر مش هي اللي بنتمناها. الإجابة زي ما قلنا غالبا بتكون بسيطة ومستخبية في الخطوات اللي قبل التدريب. في كام عرض كده لو ظهروا بيبقوا زي علامة بتقول لنا إن المشكلة هنا. لو لاحظنا أي حاجة من دول يبقى غالبا المشكلة في تجهيز الداتا. يعني ممكن نلاقي النتائج طالعة غريبة، أو إن التدريب بياخد وقت أطول بكتير من المفروض، أو الأغرب إننا نلاقي الموديل بتاعنا بيدي أهمية ضخمة لمتغير زي المرتب، ويكاد يكون بيتجاهل العمر تماما. مش عشان العمر مش مهم، لأ، بس عشان الأرقام بتاعته صغيرة مقارنة بالمرتب. كل ده بيوصلنا لحقيقة واحدة بسيطة جدا. الموضوع بسيط قوي. الموديل بتاعنا مهما كان ذكي أو معقد هو في الآخر آلة حاسبة متطورة. هو مش فاهم يعني إيه القاهرة أو اسكندرية، ومش عارف يميز بين عربية تويوتا وعربية بي ام دبليو. هو بيفهم لغة واحدة بس ومفيش غيرها: الأرقام. فمهمتنا إننا نترجم كل حاجة للغة دي. وهنا بقى بتيجي أول وأهم خطوة معانا: الإنكودينج. الفكرة كلها إننا بنحول أي داتا مش رقمية زي أسماء المدن أو أنواع المنتجات لصيغة رقمية الموديل يقدر يتعامل معاها. يعني بنترجم الكلام لأرقام. الموضوع بسيط. لو عندنا مشروع زي التنبؤ بالناجين في سفينة تايتانيك مثلا، الموديل مش هيفهم عمود مكتوب فيه ذكر وأنثى، لازم نحولهم لأرقام. نقول مثلا 0 1. نفس الكلام في أي مشروع تصنيف بنشتغل عليه، لازم نترجم كل الكلام ده لأرقام عشان الموديل يشتغل. طيب، أول وأبسط طريقة ممكن تيجي في بال أي حد هي الليبل انكودينج. سهلة جدا، بتدي لكل فئة رقم. يعني صغير تاخد 0، متوسط تاخد 1، كبير تاخد 2. الطريقة دي ممتازة جدا لو في ترتيب منطقي بين الكلمات دي. لكن لو مفيش الترتيب ده، احنا كده بنخلق علاقة وهمية ممكن تدمر أداء الموديل بتاعنا بالكامل. تخيلوا معايا الكارثة اللي ممكن تحصل هنا: إن الإنكودر بشكل عشوائي تماماً راح مدي لكلمة large رقم 0 والكلمة small رقم 2. الموديل بتاعنا ده آلة بيفهم رياضة بس، هو شايف إن 2 أكبر من 0. فإيه اللي هيحصل؟ هيفترض إن فئة small دي أهم أو ليها وزن أكبر من large، وده طبعاً عكس الحقيقة تماماً. دي بقى المصيبة اللي بنسميها الترتيب الوهمي، ودي حاجة لازم نتجنبها بأي تمن. يبقى السؤال المنطقي دلوقتي: لو عندي فئات زي أنواع العربيات أو أسماء المدن اللي مفيش بينهم أي ترتيب خالص، أتصرف إزاي عشان ما تقعش في الفخ ده؟ وهنا يجي دور البطل بتاعنا الوان هوت انكودنج. فكرته ذكية جدا الصراحة. بدل ما ندي أرقام مختلفة في نفس العمود، لأ، إحنا بنعمل عمود جديد لكل فئة موجودة عندنا، وكل عمود من دول بيبقى كأنه سؤال إجابته يا يا لأ، يا واحد يا زيرو. يعني لو عندنا عمود فيه أنواع عربيات زي تويوتا وبي ام دبليو وهيونداي، بدل ما يبقى عندنا عمود واحد، فجأة هيبقى عندنا 3 أعمدة. لو العربية كانت تويوتا، العمود بتاع تويوتا هياخد 1 والباقي كله هيبقى أصفار. بالطريقة دي الموديل بيفهم إن دي فئات مختلفة ومستقلة عن بعض، ومفيش بينهم أي علاقة ترتيب وهمية. بس طبعا مفيش حل كامل. تخيلوا لو عندنا عمود فيه 100 مدينة مختلفة، ده معناه فجأة هيطلع لنا 100 عمود جديد. ده بيخلي حجم الداتا ينفجر، وبيعمل حاجة اسمها لعنة الأبعاد أو curse of dimensionality، ودي ممكن تخلي الموديل أبطأ بكتير وكمان يبقى أكتر عرضة للأوفر فيتنج. يبقى الملخص بسيط جدا. لو الداتا بتاعتنا فيها ترتيب واضح ومنطقي زي التقييمات جيد جيد جدا ممتاز، نستخدم ليبل انكودنج. لو مفيش أي ترتيب خالص زي أسماء الدول، يبقى نستخدم وان هوت انكودنج عشان نكون في الأمان. طبعا في طرق متقدمة أكتر للفيتشرز اللي فيها فئات كتير قوي زي التارجت انكودنج، بس دول هم الأساس اللي لازم نبدأ بيه ونفهمه كويس. تمام قوي. كده احنا حلينا مشكلة النصوص. ننتقل بقى للمشكلة التانية وهي الأرقام نفسها. مش كل الأرقام اتخلقت متساوية، والموديل بتاعنا للأسف ممكن يتخدع بسهولة بالمقاييس المختلفة. بصوا معايا على المثال ده. لو عندنا عمود للعمر وعمود للمرتب، بالنسبة للموديل رقم زي 80,000 ده أكبر بكتير من 40، وبالتالي من غير ما نفكر هيدي أهمية ضخمة جدا للمرتب لمجرد إن أرقامه كبيرة، وهيتجاهل تأثير العمر تقريبا. ودي طبعا معركة مش عادلة خالص. والحل هنا هو الفيتشر سكيلينج.
فكرته ببساطة زي ما نكون بنقارن بين مسافة بالكيلومتر ووزن بالجرام. لازم الأول نوحد المقاييس. احنا بنحط كل الأعمدة الرقمية على نفس المقياس عشان نلغي تأثير الوحدات المختلفة دي ونخلي المقارنة بينهم عادلة بالنسبة للموديل. أول طريقة مشهورة جدا هي الستاندردايزيشن. دي بتخلي متوسط كل عمود صفر وانحرافه المعيادي واحد. هي مش بتضمن إن الأرقام تبقى بين 0 و 1، لكنها بتمحور الداتا حوالين الصفر، وده بيبقى مفيد جدا لخوارزميات كتير. الطريقة التانية هي النورماليزيشن أو زي ما بنسميها المين ماكس سكيلينج. دي أبسط في الفهم. كل اللي بتعمله إنها بتضغط كل الأرقام في العمود عشان تبقى محصورة بين 0 و 1. أكبر قيمة بتبقى 1 وأصغر قيمة بتبقى 0، وكل اللي في النص بيتحط بشكل نسبي ما بينهم. طيب السؤال المهم، نستخدم أنهي واحدة فيهم؟ القرار ده بيعتمد على طبيعة الداتا بتاعتنا والموديل اللي بنستخدمه. لو الداتا توزيعها قريب من التوزيع الطبيعي أو بنستخدم موديلات زي الانحدار الخطي، الستاندردايزر غالباً هيكون أفضل. أما بقى لو بنستخدم شبكات عصبية أو محتاجين القيم تكون في نطاق معين زي بين 0 و 1، فالمين ماكسمايزر هو الحل. بس ناخد بالنا من حاجة مهمة، المين ماكسمايزر حساس جداً للقيم الشاذة أو الأوتلايرز. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا الأدوات لازم نعرف إيه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها وإحنا بنستخدمها، لأن بصراحة غلطة واحدة هنا ممكن تخلي كل الشغل اللي فات ده ملوش أي لازمة. وهنا نيجي لأخطر غلطة ممكن حد يرتكبها في أي مشروع، تسريب البيانات أو الداتا ليكج. دي بتحصل لما نعمل فيت للمسكيلر أو الانكودر على الداتا بتاعتنا كلها بما فيها داتا الاختبار قبل ما نقسمها. اللي بيحصل هنا إننا بنخلي الموديل يغش ويشوف إجابات الامتحان قبل ما يدخله. النتيجة هيدينا تقييم أداء ممتاز بشكل وهمي، لكن أول ما يتعرض لداتا جديدة حقيقية هيفشل فشل ذريع. عشان نتجنب كل الأخطاء دي، في طريقة شغل احترافية ومضمونة لازم نمشي عليها. خلينا نشوفها مع بعض خطوة بخطوة. وهنا بقى نوصل للقاعدة الذهبية. القاعدة دي بسيطة بس لازم تفضل في دماغنا دايما. أي عملية فيها فيت سواء للإنكودر أو للإسكيلر لازم تحصل على بيانات التدريب وفقط. بيانات التدريب فقط. احنا كأننا بنعلم الأدوات دي الأنماط من داتا التدريب، وبعدين بنطبق اللي اتعلمته ده بالترانسفورم على داتا التدريب وداتا الاختبار بنفس الطريقة بالظبط. طب ايه أحسن طريقة عشان نضمن إننا ما نغلطش؟ نستخدم البايبلاين. يبقى لو هنلخص كل اللي قلناه في كام نقطة سريعة، الموديلات محتاجة أرقام، الانكودنج بيحول الكلام لأرقام، والسكيلينج بيساوي الفرص بين الأرقام دي، والقاعدة الأهم من كل ده إياك ثم إياك نعمل فت على أي حاجة غير بيانات التدريب عشان نتجنب كارثة تسريب البيانات. في الشرح اللي جاي هناخد كل المفاهيم دي وهنجمعها جوه بايبلاين احترافية. هنشوف ازاي نأتمت العملية دي كلها ونخليها جزء لا يتجزأ من الموديل نفسه عشان نضمن ان شغلنا منظم وقابل للتطبيق في اي بيئة انتاج حقيقية. اشوفكم المرة الجاية.